أنتم تسألون والطبيب يجيب. نود في هذا المشهد الفيديو البسيط الجزء الخامس إلقاء إطلالة خاطفة حول داء بيرمر في نفس سياق الأسئلة ثم الجواب. تمثل الأورام العصبية الصماء neuroendocrine tumors تمثل ما بين 10 إلى 20% من السلائل، ويرتبط ارتفاع الغاسترين في الدم دائما بتضخم الخلايا الصماوية في قاع المعدة. سريريا تكون هذه الأورام غالبا بدون أعراض ولا تتطور إلى متلازمة الكارسينويد. الأعراض مرافقة مثل سوء الهضم، فقر الدم، غالبا ما تكون مرتبطة بداء بيرمر نفسه. تظل مستويات الكروموغرانين مرتفعة في حالات الأورام العصبية الصماء المصاحبة لداء بيرمر، وتكون شديدة الارتفاع في حالة تضخم الخلايا العصبية الصماء بسبب ارتفاع الغاسترين المستمر. لذلك لا يعتبر ارتفاع الكروموغرانين إذن فائدة كبيرة في تشخيص الأورام العصبية الصماء في قاع المعدة المصاحبة لداء بيرمر. تتراوح نسبة الأورام العصبية الصماء المصاحبة لداء بيرمر ما بين نسبة 1.25 و 7.8% عند التشخيص. خطر انتشار الأورام العصبية الصماء المصاحبة لداء بيرمر ما بين 1.25 و 7.8% عند التشخيص. خطر انتشار السرطان نقائي الميتاستاز. خطر انتشار السرطان ضئيل جدا للأورام العصبية الصماء التي يقل حجمها عن سنتيمتر، ومع ذلك يظل الخطر قائما إذا تجاوز حجم الورم السنتيمتر، ولكن نسبة الانتشار تظل منخفضة أقل من 5 إلى 10%. غالبا ما تظهر هذه الأورام لدى كبار السن، ولا تتطلب الأورام الدقيقة التي تظهر انتشارا أو تسربا للطبقة العضلية. لا تضيف فحوصات إضافية. تعتمد استراتيجية التعامل مع هذه الأورام على كبار السن أو الأورام الدقيقة الغير منتشرة. تعتمد على عدم اللجوء للعلاج. الشباب والأورام الدقيقة، الاستئصال بالمنظار متبوعا بمراقبة سنوية. الأورام التي يتجاوز حجمها السنتيمتر تتطلب فحوصات حتمية مثل إيكو أندوسكوبي سنتيغرافية، مسح البطن، لتقييم مدى التسرب واختيار الأقلية من المرضى الذين يحتاجون لجراحة الاستئصال الجراحي. يقترح في حالة الأورام ذات الخطورة العالية للانتشار المحتمل، وقد يصاحب استئصال جزء المعدة السفلي لونتر لتجاوز ظاهرة ارتفاع الغاسترين وتقليل عدد الأورام في قاع المعدة. إلى اللقاء في حلقة مقبلة. أملنا أن تبات هذه المعلومات مفيدة. تابعوا في هذا المشهد الفيديو البسيط الجزء السادس، إلقاء إطلالة خاطفة حول داء بيرمر. التشخيص: ارتفاع مستوى الغاسترين في الدم هو علامة ثانية ومستديمة في داء بيرمر. هذا الارتفاع يحدث كرد فعل على نقص إفراز حمض المعدة، مما يحفز خلايا جي في جزء المعدة السفلي الأنتر لإفراز المزيد من الغاسترين، وغالبا ما تفوق مستوياته تلك التي تلاحظ في متلازمة زولينجر إليسون
أو أثناء العلاج بمثبطات مضخة البروتون لزي بي بي. يشير ارتفاع الغاسترين بشكل كبير إلى احتمالية تشخيص داء بيرمر، خاصة في غياب العلاج بمثبطات مضخة البروتون أو متلازمة زولينجر إليسون. يجب على أطباء الجهاز الهضمي الانتباه لتشخيص داء بيرمر في الحالات التالية: متلازمة سوء الهضم، فقر الدم بأنواعه صغير أو كبير الكريات، سواء كان مصحوبا بنقص الحديد أو فيتامين بي 12، خاصة مع ارتفاع الغاسترين في الدم، أو وجود أجسام مضادة لعامل أنترانسيك أو الخلايا الجدارية. وفي سياق أمراض مناعية ذاتية أخرى مثل التهاب الغدة الدرقية، السكري من النوع الأول والبعض، وجود بوليبات في المعدة. يظهر داء بيرمر أيضا عبر مظاهر أخرى متنوعة تشمل اضطرابات المهضمية مثل الإسهال والإمساك وتقرحات الفم والتهاب اللسان واضطرابات الأظافر وانخفاض الخصوبة. اضطرابات عصبية نادرة ولكنها خطيرة وغير قابلة للتراجع غالبا، مثل فقدان بعض الإحساس، اضطراب البصر، أو إصابة دماغية. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.